الهدف نتاعو هو تحسيس المواطنين أولا بوجود مركز الحماة الجمال اللي هو يهتم بأهل الوليدات المتوحدين بالإدماج التربوي سواء في الروضة سواء في المدرسة سواء في المجتمع. لأنه حسينا أنه رغم اللي عندنا 33 موجودين في الجمال الغالبية والنسبة الكبيرة من المواطنين ما يعرفوش المركز هذا، ما يعرفوش الدور نتاعو، ما يعرفوش العمل اللي قايمين به. ثم الهدف الثاني هو دعوة المواطنين باش يعاونوا المركز الجمعية اللي هي جمعية خيرية قاعدة تنهض وتهتم بالوليدات هذوما ولكن تحتاج لإمكانيات كبيرة، واحنا نعودوا على أصحاب الخير باش يعاونونا قدر الإمكان. من الامكانيات اللي تحتاجوها خاصه شنو هي يعني؟ نحتاجوا عندنا مشكله في النقل، عندنا اولياء فقراء، انا باش نعاونوهم في التكاليف نتاع النقل، التكاليف نتاع الدراسه، يعني ثم امور ماليه، ثم امور تجهيزات، العاب بيداغوجيه، عندنا مشروع نتاع بناء مركز حماء على الارض برا بها مواطن الله يجزيه خير في الجمال. هذه مشاريعنا يعني الآنية إن شاء الله في 3 سنين القادمة. فدعوة للمواطنين الكل وكل من يقدر باش يعاوننا بما أمكن ونحن نشكرهم كثيرا على ذلك. والجمعية هي عاشت على المساعدات مع أصحاب الخير ومساهمة الدولة ومساهمة البلدية. إن شاء الله يتواصل المساعدة خاصة مع أصحاب الخير لأن هي الممول الرئيسي للجمعية. حبينا نعمل تظاهرة هذه في وسط البلاد باش الناس الكل ترى مركز الحماة الجمال والإطار اللي يعمل المركز والأطفال في المركز. حبينا نخرجوا من الحدود اللي دايرة بينا باش العباد تعرفنا بنشاطاتنا. التظاهرة هذه في إطار معناها تحسيس مرض التوحد، ونحب المجتمع المدني كل اليوم يشارك معنا. منشطين جايين من دور الثقافة ودور الشباب مشكورين ينشطونا في اليوم هذايا. عندنا ورشات زادة حابين نشاركوا الأطفال نتاع المدارس والمعاهد في ورشاتنا نتاع تزويق البلار، نتاع تصفيف الرمل، نتاع صنع لي ماسك، زادة تلوين ورسم حر وجوائز بعد يعني في إطار مسابقات. المركز نتاعنا إن شاء الله قاعد يتحسن كل عام، قاعد يزيد، الصغار قاعدين يزيدوا بالطبيعة على خاطر مرض التوحد قاعد ينتشر بصفة مهولة. طاقة الاستيعاب قاعدة معناها ما عادش عندنا ما يكفي يعني باش نجي ناخذ الصغار الكل اللي في المعتمدية نتاع جمال المعتمديات المجاورة. نطلبوا من الناس إن شاء الله تتعاونوا معنا وتعرفنا كما اليوم يعني تعرف نشاطات يتعاونوا معنا يكلموا معناها رؤوس الأموال اللي في الجهة معناها تساعدتنا تبني لنا معناها مركز الحماة الجديد. إن شاء الله المشروع هذا جديد قاعدين نحضروا فيه، يتبناو المشروع هذايا اللي فيه معناها بنية كبيرة إن شاء الله تحتوي على تقريبا 200 طفل، تاخذ الساعة نتاعها 200 طفل. وقت نجموا ناخذوا الأطفال الكل اللي هم معناها معنيين بالمرض هذايا ونحبوا إن شاء الله نعالجوهم ونعاونوهم. شنو هي أكبر المشاكل اللي تعترضوا لها في المركز يعني؟ والله أكثر مشاكل تقريبا هي مشاكل نتاع الأولياء اللي ما يحبوش يجيبوا صغارهم مازالوا ماهمش واعيين إنهم يلزمهم يعالجوا الأطفال هذوما في المركز نتاعنا. مشاكل مالية أكثر منها أي حاجة أخرى، معناها ما عندناش مورد رزق قار اللي نتحملوا المصاريف نتاع الكراء والتنقل والمكتبة وكل ما هو معناها نستحقوه احنا في العلاج نتاع أطفالنا. يعني في البرنامج فماش كيف نقول مخطط لانكم تعملوا معناها فلوس تدخل عليكم قاره يعني؟ والله احنا قاعدين نشاركوا في المسابقات اللي تعملها الوزاره نتاع المراه والاسره، نشاركوا في المسابقات نتاع اللي عملتها اخيرا معناها اريد احسن مشروع خيري في المنطقه. قاعدين نعملوا في حملات تحسيسيه لرؤساء الاموال للوزارات باش تعاوننا وباش توقفوا معنا وتعمل لنا المشروع البناء هذايا اللي احنا نحضروا فيه. قرابة كم طفل في المركز يحتوي؟ لو عندنا تقريبا قرابة 28 صغير، معناها نقولوا احنا ليستاتونت معناها الاطفال اللي يحبوا يجيوا زاده تقريبا حذاء ال 20 صغير، واحنا طاقة الاستيعاب كما قلت محدودة.